النهارده هعمل معاكم البصاره بطعم وريحه زمان. الطعم جامد قوي. عايزاكم تشجعوني بلايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفين الشكل؟ جامد قوي. ولا الطعم رهيب. معايا ميه على النار. اول ما بتغلي بكون حاطه الميه مناسبه لربع كيلو فول مدشوش، ببقى منقياه وغسلاه منقعاه. اول ما بتغلي بنزل بالفول. طبعا الاكله دي مغذيه بتفتح النفس، طعمها خطير. معايا بصله مقطعه 4 بصله وسط. التوابل: معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره ملح، 5 فصوص توم، مكعب مرق، بقدونس، كزبره، شبت. طبعا ربع البصاره ب10 جنيه، يعني الغدوه دي مكلفاني 10 جنيه. حاطه بقى البصل والتوابل وكل الحاجات الباقيه دي من عندي. اول ما بتغلي بهدي عليها النار لحد ما تستوي تبقى بالشكل ده. بسيبها لما تهدى خالص وبضربها في الخلاط. معايا 3 معالق زيت كبار، برفعهم على النار. اول ما بيسخن بضيف عليه بصله كبيره. انا عايزاكم تجربوها، هتعجبكم قوي. عملت معاكم الكشك المصري، عملت معاكم الفوليه، هسيب لكم الطريقه في اخر الفيديو، وعايزاكم تقولي رايكم في الكومنتات. اول ما بتاخد معايا اللون الذهبي بالشكل ده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ مش بسيب البصله لما تغمق لانها هتمرر البصار. باخد معلقتين كبار اشيلهم على جنب عشان ازين بيهم الطبق، وبنزل بالبصاره على البصل بالشكل ده. بسيبها تغلي غلوه واحده وبطفي عليها النار. ريحتها جامده قوي. بحطها في بولات، ممكن نحطها في طبق كبير زي ما تحبي. بزين الوش بالبصل. طبعا باكل جنبها بدنجان مخلل وفلفل مقلي، باكل جنبها بصل وخمس ست سبع بقى ترغفة. الله، الشكل والطعم جامد قوي، لازم تجربوه. متنسوش تحطوا اللايك. باي باي.